إذا بعد شوي كمل. تفضل تفضل يا أخي أحمد. اكتب لواء سابق في الحرس الجمهوري حتى الناس يعرفوا ينتبهوا للكلام زيادة. ايش يا أخي أحمد تفضل. النادي ده اللي كان قدامه الناس معتصمه قدامه، ده نادي مش القياده بتاعت الحرس، ده نادي اجتماعي بتقام فيه الافراح والحفلات. النادي ده مزود ب 136 كاميرا. الكاميرات دي بتصور اي عربيه ماشيه في طريق صلاح سالم، بتتصور رقم العربيه من قدام ومن ورا وحتى عدد الركاب اللي فيها. اي عربيه لو نمله معديه في الشارع بتتصور. صحيح يا مخرج. 1L لواء 1L. تفضل. نعم. فالمفروض ان النادي يطلع التصوير بتاعه لو في ان هم بيقولوا ان في حد اتهجم عليهم او كان فيه عصابات ارهابيه كات. طب ما يطلعوا الفيلم اللي بتصور 136 كاميرا تطلع اي فيلم منهم. مفيش طبعا. رايحين بيجيبوا تصوير لاحداث العباسيه. هو الشعب المصري خلاص احنا خلاص عايزين نعيش زي اي دوله في العالم. احنا لازم المناصب مش هتنفعنا، عايزين لاولادنا واولاد ولادنا. احنا بنبني مصر مش بنكتب مصر. دي مؤامره على مصر. هو مرسي ليه بيتحارب؟ مرسي بيتحارب عشان طلب قال ان احنا نعمل 3 حاجات. هحرر اكلي اللي هو الغذائي، واصنع دوايا واصنع اسلحتي. مرسي بيتحارب عشان كده مش عشان حاجه ثانيه. هو في واحد يا سيادة اللواء، خليك معي على الخط عشان اسألك سؤالين، بس في حاجة عشان نغير النجو حتى كان الأوضاع صعبة، بس أضحكك شوية. في واحد بنكت معاي قال لي دي ملعوب عمله السيسي عشان يدبر شوية قروش من دول الخليج الكارهة للإخوان وبعدين يرجع الرئيس مرسي فيكون طلع. لا 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 دي مؤامرة لإقصاء الدكتور مرسي من سدرة الحكم. دي مؤامرة. بس أنا سمعت عشان لا أمريكا ولا إسرائيل عايزين إن مصر تمتلك دواءها أو غذائها أو سلاحها. طب أنا سمعت هذا الكلام. أنا سمعت يا سيادة اللواء، سمعت إنه أقرأ في المنتديات وغيره إنه في كثير من ضباط الجيش متذمرون للغاية من هذا الانقلاب، وأن مرسي في ايش اسمه السيسي خايف لأن فعلا قال لك الجيش مش عاوز يدخل في هذا المستنقع قتل المصريين. أيوة دي مذبحة. دي يعني الساعة 2:30 تتحرك العربيات المدرعة لصلاح سالم، يعني قبل صلاة الفجر، بحيث ان هم يخشوا عليهم وهم بيصلوا، على اساس ان هم ليه القيادات اتجننت ان الاعتصام ده في المكان ده، لان صلاح سالم ده هو الشريان، يعني الشريان لمصر بحالها. اي واحد غريب او اي ده سفير او اي حد طالع على المطار ما يقدرش ينزل من صلاح سالم، فبالتالي بدات تتشل البلد. فكان الحل ان لازم يتخلصوا من المعتصمين دول، ولازم يتفضى الشارع بالقوه، يموتوا مش مشكله عندهم. يا سياده اللواء، بالنسبه للفريق السيسي اقسم القسم امام الرئيس وهو اللي عينه، يعني تفتكر يعني كيف الواحد يقدر يعني لواء في الجيش ولا في الحرس الجمهوري؟ انا مش عارف ازاي الناس بتقسم يعني احنا ساعه ما دخلنا وتخرجنا من القلاع الحربيه قسمنا ان احنا نحمي البلد، مش ننقلب ونعمل انقلابات وندمر البلد. البلد هتتدمر، البلد هتطيح في ناحيه. انا مش عارف الناس دي بتفكر في ايه. مش هيحسوا ان هم يراقبوا ربنا. احنا هنعيش قد ما عشنا. احنا خدنا ايه؟ انا اقسم لك بالله ان ساعه ما جاء محمد مرسي انا كان حسني كان بيعاملنا زي يعني ما كانش ليه اي ضابط، وصل اي ضابط في الحرس الجمهوري ما كانش ليه اي كرامه. كان بيتعامل معانا زي ما يكون قاعد عنده. محمد مرسي كان بيقعد يصلي معانا ويؤمنا بالصلاه. ما غلطش في حد، ما هانش حد. مرتباتنا زادت مع محمد مرسي. الله، يعني انا ما مش عارف ازاي ايه اللي بيحصل ده؟ ايه يعني مش فاهم. انا مش قادر اتخيل اللي بيحصل في البلد. عندك ان شاء الله يوم الجمعه موعد تاريخي بحول الله الشعب المصري كله. انا بقول لكل الشعب المصري ينزل. محمد مرسي لو يكمل ال4 سنين بتاعته وبعد كده هيبقى عندنا قاعده ان نجيب اي حد، ننتخب اي حد. بحول الله تعالى. شكرا لك سياده اللواء احمد، بارك الله فيك على مداخلتك وعلى شجاعتك. في الواقع الشعب المصري والله شعب الشهامه والشجاعه، وبحول الله تعالى لن يعود الشعب المصري الى ذل عبوديه حكم
الانقلابيين إن شاء الله. ألف شكر لك على مساهمتك في النقاش.